أهلا بيكم. معاكم مروة صالح وشخصية مؤثرة. هنتعرف على صاحب إمبراطورية كنتاكي، كولونيل هارلاند ساندرز. ولد لأسرة فقيرة وتوفي والده وهو في سن 6 سنوات. اشتغلت والدته للإنفاق عليه وعلى إخواته، وهو كان بيقوم بدور الرعاية وإعداد الطعام. أكمل دراسته وتخصص في المحاماة، لكنه عمل في خدمة السيارات وفي المزارع وفي الإطفاء. وعام 1930 كان بيشتغل في استراحة لشركة شل للبترول. اشتهرت الاستراحة جدا بسبب الطعم المميز لوصفات ساندرز. وعام 1940 ابتكر الوصفة السرية للدجاج المقلي الشهير. وعام 52 استطاع افتتاح أول مطاعم كنتاكي فرايد تشيكن. وبعد مرور 7 سنوات من العمل المتواصل أطلق سلسلة مطاعم KFC واللي عليها صورته إلى الآن. ورتبة كولونيل رتبة شرفية حصل عليها من حاكم ولاية كنتاكي تقديراً لمجهوداته وخدماته في سوق الطعام وقت الحرب العالمية الثانية وخلال فترة الكساد. عام 64 كان ساندرز في سن 73. باع مؤسسته لعدد من رجال الأعمال وقرر التفرغ لإدارة مجموعة صغيرة من فروع كنتاكي في كندا. وحتى أيامه الأخيرة كان بيصور الإعلانات الترويجية وبيحضر المناسبات والندوات وبيسجل الأفلام الوثائقية لسلسلة المطاعم. توفي عام 1980 متأثر بمرض اللوكيميا، وإلى الآن بصمته ما زالت موجودة عالمياً، ووجهه هو العلامة المسجلة لكل عشاق الدجاج في العالم. كنت معكم أنا مروة صالح، وإلى لقاء جديد وشخصية جديدة.